أهلا ومرحبا بيكم في برنامج الديزل. هنتكلم شوية عن منتخب مصر. 3 منتخبات خيشوا أحلى تخييشة، بس المشكلة مش هنا. هنبدأ بالأربع عناصر الأساسية: اتحاد الكورة، رابطة الأندية، والوزير الشباب والرياضة. ثم هيجي المدربين اللي اختارهم أصلا اتحاد الكورة، فأنا مش عاوز أحط المدربين عشان اتحاد الكورة هو اللي مختارهم. خلينا نبدأ بهاني أبو ريدة. تاريخه زي الزفت، واعتقد الاستقالة بتاعت 2019 بعد فضيحة كاس افريقيا وخروجنا من جنوب افريقيا وتقديم الاستقالة، بما قبليها كاس العالم وفضيحة اللي حصلت في كاس العالم، سواء من مشاكل داخلية قبل ما نسافر او مشاكل خارجية بعد ما سافرنا، وعدم تجهيز الفندق في المكان الصح، وقعدنا الفريق في اماكن بعيدة، والفريق كان كأنه طالع رحلة والدنيا مفتوحة واي حد عاوز يخش يطلع يتصور، والدنيا كانت سداح مداح. حتى اللعيبه كانت عامله اشتراكات، هتدفع اكتر ندخلك المنتخب وانا اعرفك ايه الجو اللي بيحصل وننزع لك كل حاجه جوه الكواليس بتاعه المنتخب من جوه. مشي. محدش سأل ليه هاني ابو رضا ما نزل قايمه المره دي، محدش نزل قصاده. طب لو في حد نزل قصاده مين اللي هيكسب؟ هو هاني ابو رضا برضه. ليه هاني ابو رضا بالاخص؟ عشان ماديات الفلوس. وهنا دي مشكلتي مع الاتحاد. لما تيجي بتعمل انتخابات عشان حد يرأس اتحاد الكرة المصري، بتخش مع الأندية الدرجة التانية وأندية الدرجة التالتة وأندية الدرجة الرابعة، طبعا مع الممتاز. الناس دي بتبقى ليها فلوس وليها طلبات. مين هيخلص؟ هاني. طيب لو شلناهم وخلينا بس اللي مسؤول عن الاتحاد نخبة الأندية اللي هي الممتاز بس، هل هاني هيقدر يأثر على الممتاز بالفلوس؟ ما أعتقدش. ممكن يأثر على نادي اتنين تلاتة بس مش هيأثر على 18، وبالذات احنا شايفين الخلافات اللي بين الأندية وبينه. اخر حاجه انا متذكرها كان ماتش الاهلي والزمالك، اللي المشكله حصل بينه وبين الخطيب وما بين واتفاق هو وحسين لبيب مثلا. فهنا ابو ريده ده مصدر من مصادر افساد الكوره في مصر. هنا ابو ريده بقالك اكتر من سنه ماسك على ما اعتقد، بقالك من شهر 12 اللي فات على ما اعتقد، ان لم تاخدني الذاكره. عملت ايه؟ ماشي، اسامه نبيه مشي، جبت حد غيره في 2005؟ طب انت عارف ان 2005 دول عندهم اولمبياد كمان سنتين في 2028؟ محدش ماسكهم. طيب انت مشيت كابتن احمد الكاس، مين اللي مسك مكانه؟ الفرقه دي بتتدرب فين وبتعمل ايه؟ كل دي اسئله عاوزين نعرف اجابتها. هو مين معاك تاني في الاتحاد؟ ومعلش انت لما جيت اخترت لجنه فنيه يرقصها حلمي طولان اللي متخانق مع كابتن حسام حسن وابراهيم حسن، ايه الاستفاده؟ انا همشي معاك ان انت اللي مش جايب اسامه نبيه، ولا انت اللي جايب احمد الكاس، ولا انت اللي جايب حلمي طولان. لا، انت اللي جايب حلمي طولان، دي الحاجه الوحيده اللي جايبها. انا همشي معاك انت ما جبتش الاثنين دول. بس محدش قال مع اسامه نبيه. الكلام اللي قاله اسامه نبيه مع ابراهيم فايق ده كارثه. محدش قاعد سمعه، او سمعت الكلام ده همشيه وانا قاعد بره. اقالتك إيه يا حبيبي؟ يلا سكت السلامه. انت كنت فين؟ انت طالع في الاعلام بتقول لي انا عندي خطه. ايه هي الخطه؟ وهتقولها ليه بعد افريقيا؟ خطه مدرب اجنبي ومدير فني اجنبي على الاتحاد عشان السبوبه تكمل زي السبوبات اللي حصلت. صح؟ زي الراجل المكسيكي ده، كان غفير اجاري ولا كان مين؟ غالبا. شوفوا السمسره وشوفوا الدنيا. استقيل. انا واحد من الناس اللي بطالبك انك تستقيل بعد بعد الفضايح دي. ان لو كابتن حسام عمل حاجه في افريقيا، وده اللي انا واثق فيه وده اللي هنتكلم عليه في اخر الفيديو، انت هتبقى بتاخد مكان على الفاضي. انت ما طورتش حاجه. حسام بيحاربك عشان معاه الرئاسه، خلينا بقى صراحه، ومع الشعب طبعا، مع نسبه كبيره من الشعب، في خسر جزء من الشعب من تصريحاته الاخيره.
بعيد ان انا كنت شايفه مضغوط، بس هو خسر عشان صرح كتير. بس حضرتك قاعد بتعمل ايه؟ وفككوا بقى، عاوزين نغير يعني. مشكلتي مع وزير التربيه، وزير الشباب، لازم تغير القانون. اللي عاوز يمسك اتحاد الكوره ياخد مرتب وحاسبك، تاخد كاش وحاسبك. لكن كل واحد يمسك لي يقول لي اصل انا شغال عمل متطوع. لا يا عم، ما تتطوعش، احنا مش عاوزينك. انت عملت استفتاء شعبي على استمرارك في اتحاد الكوره، هتسقط. انا واحد من انجح الناس في الفيفا، روح الفيفا، ما اعرفش انت بتنادي إيه في الفيفا. يعني كل الناس اتغيرت الا انت، انا ما اعرفش انت بتعمل ايه. والناس خايفه تتكلم عليك، انا مش عارف هم خايفين من ايه. انت واحد فاشل، سواء انت او احمد دياب اللي هو النائب اللي كله برضه خايف يتكلم عليه. ده هنخش له كمان شويه. اخترت حلمي طولان وانت ازاي؟ اصل هنكون عاوزين نجيب حسام البدري او اسم تاني، او قالوا اسم كمان انا مش متذكره. قال لك دول مش هيجوا 3 شهور، ده اسماء كبيره، ما تمسك انت يا حلمي. لا يا راجل، هو ده التخطيط؟ هي دي الاداره؟ طب حلمي مسك، كابتن حلمي طولان مسك، عمل ايه؟ طلع امبارح بيقول لك هو شخص واحد يتحمل النتيجه. مين اللي رابطه الانديه؟ لا انت. انت اللي عندك فيه لعيبه كابتن حسام حسن ما بياخدهاش، تقلب لك الموازين. هو فين احمد عبد القادر؟ هو فين حسين الشحات؟ الناس دي ما بتروحش المنتخب. هو فين طاهر محمد طاهر؟ هو فين ناصر ماهر بتاع الزمالك؟ فين عمر جابر بتاع الزمالك؟ فين عمر كمال عبد الواحد بتاع الاهلي؟ دول كده 6 لعيبه من ال7 من اهلي والزمالك، بس اللي ما دخلتلكش بيراميدز. قطه اللي انت خدته بعد كده سبته. في مين تاني؟ فين بقيت لعيبه سيراميكا والبنك الاهلي؟ فين بقيت اللعيبه دي؟ ما خدش غير عمرو السوليه. اعد لك لعيبه انت انت ما جيتش جنبهم، ومش هاخدهم كابتن حسام ومش قال عليهم من ضمن ال 30. انا ما قلتلكش خد بقى امام عاشور والناس التقيله بتاعت وتريزيجيت والناس دي. لا، خد اللي بقيت في الدوري. بس انت مركز حجتك ان انا لا، اصل هما ما اجلوش ماتشات بيراميدز، انما اتاجلت. هتاخد بقيه اللعيبه التانيه. المصري ما هو ماشي كويس في الكونفدراليه وماشي كويس في الدوري، ما خدتش منه حد ليه؟ فدي غلطتك انت. ما تجيش تقول اصل دي القماشه وانا جيت حضرت في 3 شهور. 3 شهور اللي بتحضر فيهم مش كافيين لبطوله عربيه. يا راجل، ده انا قبلها باسبوعين هجمع لك فريق واروح اكسب بيها البطوله. دي اختياراتك، دي الناس اللي انت عاوز تكمل بيها. زي جيري، زي اللي قبله، زي اللي قبله. احنا ما شفناش ماتشات عدله غير في ايام كروش، وكروش ما كانش تبعك، واول ما انت مسكت مشيته. مش عارفين يعني انت هتوصلنا لغايه فين. اتمنى ان تتحاسب على ال3 منتخبات اللي شيعوا، ويا ريت تتحاسب والناس تفوق ان احنا عندنا تاني بطوله اولمبياد في 2028 في منتخب 2005 اللي كان شكله زي الزفت مع اسامه نبيه عشان مريح اللعيبه الاساسيه وبيلعب لعيبه مش في اماكنها. احمد دياب، هو ايه اخبار احمد رفعت الله يرحمه؟ مش كان في قضيه شغاله؟ ولا كله هيخاف يتكلم عليها؟ انا هفتح القضيه، انا مش فارق معايا. نائب بقى مش نائب تولع. زي ما انت عندك اللي بيحميك، انا عندي اللي بيحميني. هو احمد دياب عمل ايه في الدوري السنه اللي فاتت؟ مش بيراميدز كان كرهك؟ نادي الاهلي فيه ايه؟ مش اداك عقود حكام اجانب وما جابش؟ نادي الزمالك انت مش شايف اللي كان فيه تواطؤ عليك؟ انتوا خدتوه ازاي؟ انا السؤال ده للانديه، انا مش فاهم الناس دي بتنجح ازاي. المفروض كل نادي يطلع لنا بقى بيان يقول لنا منتخب احمد دياب على اساس ايه. ولو حد من الانديه دي، اهلي زمالك بيراميدز، فتح بقه الموسم ده على اي حاجه، ياخد بالجزمه. الراجل السنه اللي فاتت بوظ البطوله. بتدخلوه تاني؟ وايه كاس الرابطه اللي انت عامله ده؟ انا مش فاهم ايه لازمته. عاوز تعمل زي انجلترا؟ انت مش انجلترا.
انت حتى امكانياتك مش امكانيات انجلترا. ابدا واحده واحده، ده انت لو عاوز تبدا اصلا انت كده كده خاربها. يعني ايه السنه اللي فاتت تلغي الهبوط؟ ده على انهي حساب؟ عشان تزود البطوله وتزود الماتشات وتزود المداخيل؟ ده انتاج الكوره بيكسب دلوقتي في مصر. طب السنه الجايه هتعمل ايه؟ هتنزل 4 وتطلع 2؟ او هتطلع 4 وتنزل 3، اسف، تطلع 3 وتنزل 4؟ قمه العبث والهبل اللي انت عملته في الجدول السنه اللي فاتت والسنه دي، وقمه العبث اللي الانديه وافقت عليه، وقمه العبث ان انت كملت ولا كأن في حاجه حصلت. كل ده عشان نادي الاسماعيلي هيهبط؟ طب ما يهبط، يرجع تاني. هو مش اول نادي يهبط. فرق الاسماعيلي عن بقيه الانديه اللي هبطت ورجعت. فرق الاسماعيلي على الترسانة، فرق الاسماعيلي على المحله كانت فتره من الاثنين، غزل المحله وبلديه المحله الاثنين كانوا بيلعبوا تحت. الكوره مش هيتحدد لحالها غير لما كل دول يطيروا. انا وليده بيحارب على الكرسي، بعد كده بيحارب في دياب عشان يسيطر هو تاني على الدوري، ودياب بيحارب في هاني ابو ريده. فين المنتخبات؟ بلح. المدربين؟ بلح. مسابقه؟ بلح. يا راجل بطلت اتفرج على الدوري المصري، مبقاش في كوره. فين الجمهور؟ ما تقوليش من داخل 10 15 الف هو ده اللي عندنا، لا. اللعيبه عندنا بتلعب في اي ماتش بره، الرقابه بتقعد تخبط في بعض. انتوا عاوزين ايه بالظبط؟ تفشلوها؟ اديكوا فشلتوها. نايمين وبتتكلموا وطالعين عندنا خطط بس بعد افريقيا. خطط ايه؟ ده مسكن. اللي بيعملوا هاني ابو ريده ده بيدي مسكن للشعب. فشلتوا. حلمي طولان فاشل، طالع على كل القنوات عمال تهاجم حسام في حسام، وبعد كده لعبت كام ماتش ودي مع الجزائر ومع تونس وكسبت وبتاع، وطلع بترمي كلام زي الستات على كابتن حسام. انا واحد اللي بعشق كابتن حسام، ما انكرش، رغم ان هو راح الزمالك بس بعشقه. شخصيته عجباني، قوي، بس هو مشكلته انه ابتدى يتوتر. انا منه هكمل على الثبات الانفعالي بتاعي، انتوا اللي بتخبطوا في بعض. وكلمة بقى اللي هم ايه اللي شغالين مع الاتحاد والاعلام اللي شغال مع الاتحاد واللجان، اللي هو ايه الوحيد اللي كسبان في الحوار ده هو حسام حسن، وحسام حسن فرحان في مصر. ايه الهبل ده؟ وحسام حسن فرحان في حاجه؟ يعني فرحان في حلم طولان اللي طلع بيهت فيه، وهو في الاخر اتفضح في ريحه المطهر. بس بيني وبينكم مش هو اللي اتفضح، احنا اللي اتفضحنا. الكره المصريه هي اللي اتفضحت. اتفرج على المغرب، فوزي الاقصى بيعمل ايه؟ بيحاول يحافظ على الانديه وعلى البلد، فماشي بسيستم انا هكبر البلد وهكبر الانديه. انت ما عندكش القدره دي في مصر. انتوا دلوقتي بقيتوا بتهدوا في الانديه وبتهدوا في مصر باللي بتعملوه. اتمنى اشوف استقاله احمد دياب، اشوف استقاله اتحاد الكره الكامل بقى، كامل، مش واحد ولا اتنين، لا كله. طبعا الاداره الفنيه كده كده لازم تتحل، ما ينفعش بعد ما اللي هم عملوه احمد حسن وعصام الحضري وحلمي طولان يرجعوا يمسكوا الاداره الفنيه للمنتخب. ده ما طلعوش لاعب واحد عنده 19 سنه حتى. عارف كانوا راحوا بناشئين ولا عيال صغيره في البطوله كنا نقول ماشي، من ادينا بنكبر العيال وبنعلمهم على الاجواء. لجنه فنيه، مستشار فني لاتحاد الكوره، ما طلعتش ناشئ واحد. راجل حافظ عبد الكريم ما جبتوش بدل القطع اللي كنت بتلعب بيهم. فدول كده كده لازم يستقيلوا. هاني ابو ريده بقى ومجلسه كله، انا مش عارف فيها حد اصلا، سكه السلامه كله. وينزلوا انتخابات والناس دي تتمنع من دخول انتخابات تاني. حطوا بقى قانون، وده دور بقى وزير اللي احنا بنتكلم عليه اشرف صبحي، تحط قانون عدم نزول
المجلس ده كله تاني ايا كان بقى اسمائه. ويا ريت تضيف عليهم مجدي عبد الغني، تضيف عليهم احمد شوبير، وتضيف عليهم الناس القديمه، حازم امام، كان مين تاني معاهم، وسيف زاهر. ضيف عليهم الناس دي، ممنوع تخش انتخابات تاني. ده فشل حصل خلاص، تجربه وعدت، نعيدها. الرئيس يتعامل ولا الناس اللي تحتيه يجيبهم على مزاجه برضه عشان ما يبقاش ليهم كلام ويلبسونا في الحيط. بالنسبه لمنتخب مصر، فاضل لنا بتاع 12 يوم ولا 15 يوم على البطوله. 15 يوم. اتمنى ان كابتن حسام حسن يعزل الفرقه ويعزل نفسه ويتعامل نفسيا مع صلاح بطريقه جيده. احنا لسه هنتكلم في موضوع صلاح، ممكن الحلقه بتاعته تنزل بعدين. بس اتمنى يعني ازاي تتعامل مع صلاح نفسيا ومع مصطفى محمد بعد تصريحاتك اللي انت مكانش لازم تتكلم فيها. مرموش انا عارف، حاسس لو عاوز يأدي وعاوز يلعب عشان يثبت نفسه. صلاح ما تعاملش معاه نفسيا هيفضل زي ما هو. انا عندي امل ان منتخب مصر مع حسام حسن لا هيعمل حاجه في افريقيا. مش شرط ياخدها، بس ممكن ابسط ما فيها يوصل المربع الذهبي او هيلعب النهائي. خد خير وبركه، ما خدهاش خلاص. بس انا ما زلت شايف ان احنا من اقوى الفرق. لسه ما اعرفش جايزات محمد عبد المنعم ايه، بس انا واثق في مصطفى شوبير، يا ريت تبدا بيه. احمد عبد القادر سوري، محمد عبد المنعم لو رجع يا ريت تبدا بيه. ياسين مرعي ما اشوفوش، مش عاوز اظلم اللعبه اللي لعبت مع حلمي طولان، بس ياسين مرعي ده خلاص. ومجدي قفشه برضو خلاص انسى. قفشه كنت من الناس اللي شغاله دافع عليها، لا انا من اخر ماتش شفته بصراحه قفشه انت في الضياع. فانا اتمنى ان احنا ندعم المنتخب، واتمنى قبل ما نروح افريقيا يكون هادي ابو ريده واللي معاه والاتحاد ورابطه الانديه يكونوا استقالوا ويخلوا عندهم دم. سلام.